اصل انت بقى معتمد ان مش كل الناس شافت الحلقه اللي فاتت، شافت التوقعات اللي زي الزفت اللي انت توقعتها. واوكرانيا مش شايفه تكسب، مش عارف. وجورجيا سلوفينيا اعلى من منتخب انجلترا. بس ده كفايه. يجيب يقدروا يجيبوا تعادل. يا عم كفايه. يقدروا يجيبوا تعادل. حنفي من شويه كان حنفي من شويه. لا احنا مطلعين هاشتاج انتوا اي حد بس على فكره اي فاهم اي اتجاه هيطلعوا له حاجه. لا احنا كده عكس اللي كنا بنقوله من شويه. كل سنه ده ردي بقى فاهم قدامكم. لا كده انا بقول ايه بيأجلوا الكليه انت عارف تفهم هو بيسجل تفهم الراجل ده بيقول ايه. زعلانين ليه؟ بيحصل. توكلنا على الحي الذي لا يموت. شويه يقولوا مجلس حنفي وراح قال لهم هو مش لاعب، هيطلعوا له كل حاجه بكل موقف حجه. الكلام ده في 2024. انت يا اخي ايه يا اخي؟ حد تعمل الكلام ده كده لما تقعد بين واحد اهلاوي وواحد زملكاوي. طيب احنا النهارده هنتكلم عن اليورو. يلا هنبتدي سريعا جدا 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 جدا. سريعا جدا 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 هنقول توقعاتنا بقى باللي حصل بقى ده. يا عم صبرك عليا. ده ما اقعدش كده يا جدعان عايزين نبتدي الحلقه يا رجاله. يبدا الحلقه. طيب هنبتدي بتوقعات الجوله الثالثه. كل واحد فينا كده يقول توقعه لنتائج الماتشات ايه الله. وبناء عليه لو ده حصل هيبقى ترتيب المجموعات ايه. اوكي. وبناء عليه لو ده حصل هيبقوا مين ال 16 فرقه بتوع دور ال 16. تمام ماشي. كلام عقل جدا يعني اظن يعني سهله. بالظبط. ولو ربنا كرمنا وعملنا التوقعات دي بسرعه 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 هنخش كده في اهم الماتشات اللي لفتت انتباه المجموعه في الجوله الثانيه. بعض براحتهم. ولو ربنا كرمنا وخرجنا من دي على خير، ربنا مش هيكرمنا كده يا عم ان شاء الله. ماشي. يبقى هنخش في كلمتين ثلاثه كده عن الاهلي والزمالك، لان احنا كنا مخططين ان هيبقى في ماتش بعد القمه. حسبي الله ونعم الوكيل. احنا مش عارفين نمشي في تخطيطاتنا. اسد الزملكاوي. طيب المهم نبتدي. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله. الو والله اللي تزوق والله اللي تزوق. ده انت لو مع ابراهيم فايق كان حدفك باللي في رجله. باللي قلنا يا عم يلا. اسماعيل بيه. السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم يا دربويه؟ عاملين ايه؟ يا رب متجمعين دايما في خير ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين طبعا على الايام المفترجه دي. طيب يا دربه سكر. وايام اليورو وايام الكوبا وايام الدنيا مركزه معانا. ما يعلم بالله ربنا والله فعلا، بس الحمد لله. بما ان بقى الايام اللي ما يعلم بالله ربنا ودخلنا في لا يا باشا في الاول خالص طبعا بنطلب من الناس قبل ما نخش في الحلقه كده وفي الحاجات اللي مرتبينها طبعا اللايك والشير والسبسكرايب وفيسبوك وانستجرام وتيك توك ويوتيوب وكل الحاجات الحلوه دي. مش عارف هم ليه لازم نقول الدباجه دي في الاول. ما الناس عارفه. ما الناس عارفه ان انا لو عملوا سبسكرايب هستفيد. يعني مش محتاجين نقول. يوتيوب اكيد في تيك توك وانستجرام. منطقي يعني. احنا اسفين يا جماعه، احنا اخر مره ان شاء الله نطلب منكم الموضوع ده. تخصص يوتيوب بقى. فنخش ان شاء الله في الحلقه، وعشان كده وعشان التوقعات وعشان كل الكلام الحلو ده منورنا أس حبيبي ازيك يا اوزو كالعاده. لوجو الحمد لله على السلامه، عوده بعد غياب طويل وبعيد. ونخش على طول سريعا جدا 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 في توقعات الجوله الثالثه ليورو 2024. لكن قبل ما نبتدي وقبل ما نقول اي كلمه والناس تفضل معانا بنفكر نفسنا زي كل حلقه في اولها وفي اخرها ان اهم حاجه ان ده مش الهاء تماما عن القضيه اللي هي رقم واحد في حياتنا كلنا، وان احنا نفضل دايما ندعي لاخواتنا في غزه واللي يقدر يعمل اي تبرعات. يا جماعه الناس احنا فعلا كل شويه الاخبار يعني مررت على الواحد اللقمه في بقه والله العظيم. ال10 شهور اللي فاتوا دول وربنا اللي عالم بالنوايا، اللي يقدر على المقاطعه يقدر، اللي يقدر المقاطعه ضروري اصلا مش اللي يقدر، واللي يقدر على الدعم يا ريت يعني ربنا يتقبل منه. وفي طبعا دلوقتي برضو ميزه ان انا الحق اقول لكم دلوقتي بقى في ناس كتير جدا جدا للي كانوا بيتساءلوا قصه التبرعات تمشي ازاي والكلام ده. بقى في ناس كتير على الانستجرام غزاويه بيصوروا من جوه غزه وبينزلوا الستوريز عليها الناس الارقام بتاعتهم وازاي تعرف تتبرع لهم بشكل شخصي عشان تبقى مطمن ان شاء الله تبرعك واصل في مكانه. وربنا يا رب الدعاء هو اهم حاجه. ربنا قادر على نصرهم ان شاء الله باذن الله هم وكل اخواتنا في كل مكان ربنا يرزقهم السلام والامان.
ويرزق بلادنا برضو السلام والامان والاستقرار. آمين. ونخش بسرعه جدا 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 في الحلقه. تيمنوا. ماشي طيب أنا. يبقى انت ده انا الديمقراطية. بجد يا ساتر يا رب. طيب اول ماتش المانيا وسويسرا. تمام. المانيا مخلصه خلاص، تاهلت وضمنت تعادل المانيا وسويسرا. المانيا شبه ضمنت الماتش، ماشي شبه ضمنت خلاص، هي ضمنت التاهل. تمام. الماتش مش فارق معاها قوي ان شاء الله. بس المركز الاول بيقابل التوالت، فدي حاجه بتسهل هي المشوار. كده كده اول، تمام. كده كده اول. ما اظنش هي يعني هتتحمل خساره من سويسرا يعني. بس انت ما تظنش ان سويسرا هتخسر؟ لا ممكن تتعادل مع المانيا. ده توقع مش عادي يعني. توقع تتعادل مع مالك ألمانيا. بتقوله كانه عادي؟ لا يعني هو الدوافع لسويسرا للماتش ده اعلى من المانيا. ماشي روجو. متوقع كمان يعني ممكن 2-2 يعني. ماشي يعني متوقع ان المانيا تكسب. 2-2 ده انت مدينا ان النتيجه. شاء الله ماتش ماشي. مفتوح وفي ما هو اصل انت بقى معتمد ان مش كل الناس شافت الحلقه اللي فاتت، شافت التوقعات اللي زي الزفت اللي انت توقعتها. واوكرانيا مش شايفه تكسب مش عارف. وجورجيا. تجيبونا لو صدق توقعات يا اخي هو فعلا كدابين على فكره، مصورين ومنجمين فعلا على انت فكره. فعلا مش عارف. ده انت يعني بمرت ايه الثقه ده دي؟ بس في حاجات توقعتها، قلت لك مثلا النمسا صح. قلت ايه في النمسا؟ انا مش فاكر، انا بقول لك صح المجامله. كويسه. ان بولندا هتطلع خالص بره البطوله، وان هي وفرنسا وهولندا. صح صح صح. لا المجموعه دي كان كلامك صح. يا ريت المقطع بقى على التيك توك عشان الناس تشوف. موجود على فكره. موجود. بس محدش شايفه ده مش عارف. اسامه عماره شوف يا التيك توك. جماعه. طيب لوجو. لا انا متوقع ان المانيا تكسب برضه، تكمل التسع نقط. لا هو برضو ايه، هو الراجل بيقول هيتعادلوا. لا انا قصدي يعني برضه على برضه على اللي نفس فات. المكسب يعني، انت نفس عليه هو. مكمل في طريقك انت. أيوة، لا، برضو بتاعتي انا. لا انا قصدي برضه زي ما المكسب كسبت يعني. الماتشين اللي فاتوا، ماشي. زي ما كسبت الماتشين اللي فاتوا تكسب الماتش ده، بس مثلا 1-0 2-1 فرق جول مش اكتر من أوكي. كده. بالعند فيكم انتوا الاثنين سويسرا هتكسب، وده توقعي. سويسرا الله. ان انا مش حابب منتخب المانيا خالص. على فكره ما بحبوش برضه. لا انا مش، لا فما احنا ممكن نبقى بنحب منتخبات وبنكره منتخبات. ماشي. لا انا عندي موقف تجاه الكره الالمانيه من ساعه اللي حصل في من كاس ساعة عالم قطر، 2022 صحيح. ما بقتش حابب اشوفهم في خير يعني. ولا انا. هو يعني خباك يعني هو منتخب المانيا مش عاوزين نغوض، هو منتخب المانيا عنده منتخب كويس كتشكيل اساسي يقدر يكمل بيه، ومدرب كويس جدا. مدرب كويس طبعا جدا. ناجلزمان. لكن هل بقى لو يكمل فترات طويله في البطوله، هل اللعيبه الكبيره في السن في نص الملعب هتقدر تكمل؟ دي نقطه، ان انت بتتكلم على 3 لعيبه في نص الملعب من 30 لما فوق، فالمعدل البدني بتاعهم الله اعلم عامل ازاي، والاحتياطي بتاع المنتخب الالماني احتياطي مش قوي مش تماما، أقوى حاجة. زي كده منتخب اسبانيا لما نجيله. طيب علشان ما نطولش يعني نخش على الماتش اللي بعده، اسكتلندا والمجر. ماتش ملوش 3 عايزه، لا، فتوقعوه بس في بسرعه أمل. عشان نخلص. بس في امل لاسكتلندا. تمام. بس الماتش ده هيخلص تعادل، هم الاثنين هيضيعوا بعض. ما يضيعوا بعض، ده كده هيطيروا التوالت كمان يمكن. هيطيروا طويل بالظبط. اوكي. لا انا متوقع ان المجر ممكن تعملها وتكسب. المجر تعملها وتكسب. انت شفت منها اداء قدام المانيا مثلا يحسسك الاول بده؟ كان لعبه كويس جدا على فكره، ماشي ويعني يمكن يكون دخل فيهم سوء توفيق الشوط الاولاني. ماشي. حاسس ان هم مش سيئين، يمكن اتغلبوا الماتش قدام سويسرا بطريقه مش حلوه، بس حاسس ان هم حتى في التصفيات عملوا ماتشات كويسه جدا، فاحس ان هم ممكن يكسبوا. ثلاث اسكتلندا. نقط. والله انا عن نفسي اتوافق مع اوزو بقى المره دي، انه ماتش يعني هيضيعوا حاسه تعادل، لان فرقتين مفيش واحد فيهم يقدر على الثاني قوي يعني. ممكن. بس طب نظريا المفروض النتيجة؟ يلعبوا ماتش مفتوح يعني، لو لان ماشي هم نتيجة. الاثنين عايزين يكسبوا. انت متوقع كام؟ 1-1. وانت متوقع كام؟ 1-0 او 2-1 للمجر. طيب يعني هي قريبه يا جماعه من بعضيها يعني. ماشي ان شاء الله. انا ميال 0-0 اصلا. اوكي. ضيعوا بعض هم الاثنين خالص، هتبقى يعني غباوه منهم، لان هم الاثنين يلعبوا هجوم اصلا. طيب نخش على المجموعه الثانيه وماتش. الترتيب ولا في الاخر طب ما تيجي نقول الترتيب فعلا. ماشي. لو توقع، انت فين ترتيبك يا اوزو؟ انا ترتيبي في دماغي. طيب لو انت توقعاتك مشيت صح هيبقى الترتيب المانيا الاول، فرنسا، اسكتلندا، المغرب. فرنسا. سهل. المانيا. اصحى معانا يا معلمي. اللي جاب العلقه عبد البحر. لا ده انا فرنسا. فرنسا ونيجيريا. ماشي. المانيا، سويسرا. نيجيريا اهو. المانيا. احنا السود. بص يا المانيا، سويسرا، اسكتلندا، المغرب. المانيا سويسرا اسكتلندا المجر. ولو كلامك انت اللي مشي، المانيا سويسرا المغرب، المجر اسكتلندا. اسكتلندا، يبقى 9-4-3-1. طيب اوكي. نخش على المجموعه الثانيه. يلا بينا. طيب المجموعه الثانيه اول ماتش عندك اسبانيا واسمها ايه دي؟ ألبانيا. والبانيا والبانيا. بالظبط. على الورق كده شكله ماتش محسوم لاسبانيا بمستوى اسبانيا. اتوقع اصلا ان المدرب بتاعهم ديليفوينتو ان هو يبدا حتى يدخل شويه عناصر مش اساسيه عشان يخش في جو الماتش.
بس اعتقد حتى لو بدل بعض اللعيبه هو الماتش رايح ناحيه اسبانيا اكتر، خلص بيه 9 نقط وبسهوله. بسهوله. منتخب اسبانيا يمكن مقدم احسن نسخه في أحسن أداء فعلا. تتوقعها كام؟ تتوقعها تخلص كام؟ 2-0 3-0. انا معاك في 3-0. اوزو اسبانيا والبانيا 2-0 لاسبانيا. برضه يعني مش محتاج الموضوع. عندهم اسبانيا كل مشكلتي الوحيده معاها، وخصوصا دي اتضحت قوي في ماتش ايطاليا، ان مش بس الدكه طبعا، الفرود. بس الفرود لا، موراتا مهاجم يعني هو عادي، مش سيء للدرجه دي، بس لما تبقى فرقه حلوه كده، عندك وينجات سريعه جدا كده، وعندك بلاي ميكر جاي بقوه رهيبه، وعندك نص ملعب محترم في ظهرك ودفاع مخضرم، في الاخر موراتا المهاجم دمها تقيل قوي. يعني لو ديجو كوستا زي ما كنت بقول لك الحلقه اللي فاتت، لا ماتش ايطاليا ده كان ايطاليا زعلت. طيب نخش في ماتش ايطاليا وكرواتيا، هو ده الماتش اللي ممكن يبقى فيه جدل. كرواتيا يعني انا خايف تجي لها الفوق قدام ايطاليا. خايف ليه؟ خايف عشان انا بحب ايطاليا. عايز بايطاليا تكمل يعني. كرواتيا هتفوق قدام ايطاليا يعني، انت متوقع ده ولا خايف؟ حقيقه موت بالنسبه لكرواتيا. ماشي. الماتش ده اذا فاز فيه كرواتيا تضمن تأهل طبعا مع ايطاليا ومع المانيا. صحيح. مع اسبانيا. مع اسبانيا والمانيا ولو كلامنا صح هيبقى سويسرا وكمان. بالظبط. ماشي. كرواتيا حاسس يبقى ماتش حلو هو ايطاليا، يعني ممكن يتعادل. انا متفق مع اسامه برضه، حاسس ان هم يعني، بس التعادل ده مش في صالحهم طبعا. سباليتي هينزل يخاف انه يخسر، صح، فالماتش هيبقى مقفول، وكرواتيا يمكن تحاول تهاجم بس ما عندهاش اللي تهاجم بيه. ماشي. فحاسس ان الماتش ممكن سباليتي يجره للتعادل، بحيث انه خلاص كده طالع تاني وبقى مضمون. انا مقتنع باللي انتوا بتقولوه، بس مش هيطلع تعادل، هو هيجره للتعادل، والتانيين من كره ثابته ولا من حاجه من دي هيروحوا طالعين كرواتيا هيطلعوا بال1-0 يفوزوا. يعني ده توقعي يعني. هو انا اصلا يعني سباليتي يفوزوا ليه؟ لا ما يفوزوش. لا اصل خلي بالك، لو اللي روجو بيقولوا ده حصل من غير ايطاليا والله طعم وحش. ماشي، ما دي بقى مالهاش دعوه، بس هم هيبقى ممكن يتاهلوا. ده هم تقلوا دم كاس العالم وهم مش فيه. انا فاهم. بس ايه الجمله الغريبه دي؟ الجيل بتاع ايطاليا ده مش جيل حلو على فكره برضه، هو الجيل مش حلو، هو الجيل يعني انا برضه مش مقتنع بصراحه قوي بان سباليتي اللي بيعمله دلوقتي انه عاوز يلعب كره حلوه. سباليتي ما عندوش الخامه اصلا. بالظبط، ما عندوش الخامه. سباليتي لازم يرجع للواقعيه الايطاليه اللي بيلعب بيها الانتر 3-5-2 هو الادوات اللي معاه. هو ما بيلعبش كره حلوه ولا حاجه، هو بيحاول، هو مش عارف لانه معهوش ادوات، وعاوز يلعب زي ما بيلعب في نابولي 4-3-3 الاستحواذ على الكوره والنقل واللعب من ورا الخطوط. بس قماشة اللعيبه نفسها ما فيش اوزمن، ما فيش كافا، ما فيش لورينزو، ما فيش في نص الملعب الواد اللي هو الارتكاز بتاعهم اسمه لوبوتيكا، ما فيش الكلام ده، ما فيش. جورجينيو ضعيف قوي فنيا، بليجريني ضايع في روما اصلا. منتخب ايطاليا يستاهل صراحه. ايوه نجوميه يعني انا رايي انه يلعب 3-5-2 واقعيه، وقدام كييزا شادو سترايكر، وجنبيه فيرو الثاني اللي هو اللي بيلعب دلوقتي ساكاماكا اللي هو اصلا اي كلام، ويلعب يامن بثلاثه. مش سيء برضه، احسن من موراتا. لا يا راجل، بس مش ده الفريق اللي لعب بيه 4-3-3. حتى كيزا مستواه بعيد قوي يعني، و4-3-3 وبيلعب جورجينيو مستواه بعيد قوي يعني. هو مش ده اللي يامن الاربعه بتوع الدفاع. بيلعبوا في مكان، انا يعني كان مانشيني كان بيلعبوا شمال. مين مانشيني بيلعب كان بيلعب كيزا بيلعب شمال. سباليتي بيلعبوا يمين، بس هو كيزا انا شفته يمين وشمال مع اليوفي، بس مهم كتير جدا. بس كان في لعيبه تانية مستواهم كويس ساعتها، كان في انسيني وكان في ايموبلي، فاللعيبه دي ايموبلي ده مثلا يعني ده فيرود خلاص بقى عجز قوي. وانسيني في نابولي، انا قصدي هو ايموبلي لسه بيلعب؟ لا ما بيلعبش خلاص يعني، عجز قوي. لا بيلعب فلاتي لسه، بس مش بس عجز قوي يعني. انا قصدي ان يمكن 36 مثلا. كان في برضه اسماء تخاف منها، انسيني عنده برضه مهاره تخاف منها، ايموبلي يعني. هداف، كان لسه بيلوتي برضه في الرمى، فكان عندهم فرقه ليها انياب. دلوقتي والله روجو ولا انياب ولا نيله، بيلوتي ايه ده اللي ناب يا ابني احسن من اللي موجودين دلوقتي. لا يعني كانوا في قمه اللي خلى بيلوتي ناب يعني. لا يعني كان في مستواهم ساعتها، لكن دلوقتي في الدوري الايطالي انت مين ساكاماكا ده يعني، مع احترامي ليه مفيش، ولا بينزل راسبادوري اللي هو اصلا احتياطي في نابولي، ما هو مفيش لعيبه، ومعتمد بشكل اساسي على بليجريني اللي هو اصلا ما كانش مستواه سيء جدا مع روما على فكره، وفريتزي اصلا مش اساسي مع انتر، فانت ما عندكش لعيبه. خلينا نقول ان ايطاليا هيبقى متاح الكلام عنها اكتر لو مرت للدور الجاي. ماشي نتكلم. طيب احتمال كبير تمر على فكره. هي النسبه الاكبر ليها، خسرت الماتش ده، وحتى لو خسرت هي صعبه تبقى بره التوالد كمان. يعني طيب التوقع المجموعه الثالثه ولا نقول ترتيب؟ قول الترتيب. برضه اسبانيا 9، ايطاليا 4، كرواتيا 2، البانيا 1. حلو، تعادل، ده نفس ترتيبي برضه. حلو.
يبقى احنا الى حد ما المجموعه دي دلوقتي هتفوز. انا مقتنع متوقع ان كلام روجو هيحصل، ان سباليتي هيبقى خايف وعايز يلم الماتش ويقول لك ما تغلبش. وكرواتيا عندهم عامل الخبره اعلى بكتير جدا جدا حقيقي. جدا، وده في البطولات المجمعه معناه ان انا ممكن كوره خطفت اموت على الجون ده ولا تعرف تعمل حاجه. كرواتيا الصراحه. بلس ان ايطاليا ما عندهاش اللاعب اللي يصنع الفرق قوي كده، فيبقى الموضوع محسوم يعني. مشكله فعلا. المجموعه الثالثه اول ماتش انجلترا وسلوفينيا. انجلترا بقى روجو يعني يتكلم على انجلترا وساوث جيت يعني اتكلم يا عم روجو. اللي بعد بكره. يا اسطى ساوث جيت لا معاك 10 ثواني. عنده ايه اللي مشكلة بعد كبيرة بكره؟ عنده وراك توزع منها. ساوث جيت طلع يعيط بعد المؤتمر الصحفي، عنده مشكله كبيره جدا جدا. ما عندوش فيليبس. مش لاقي احتياطي الكلب من ساعه ما كالفين فيليبس يا جماعه سابنا في المنتخب. ده مجنون يا عم. مش عارف ادور، بحس اني بيتكلم عن ميسي ده مجنون. رونالدو. يا كالفين فيليبس حضرتك ده ايه اللي تقوله هو ده؟ عنده جوه. هو لما كالفين فيليبس كان بيلعب ايه؟ كان هو اللي مدور لك الفرقه يا اللي هو اصلا انت ما كانش لازم تاخده معاك المنتخب اصلا يا بقى باشا اصلا يعني. نجوم العالم في الفرقه ويقول لك بيدور على كلام عيب تطلع تقول الكلام ده حضرتك. لا طبعا هو يعني بس بص مش عاوزين نظلم ساوث جيت برضه، لان انجلترا طول عمرها كده وهو ايوه ما ده اللي انا قلته له. بس مش لا لا بالسوق ده لا يا جماعه. لا بس معلش بقى تقول كلمه حق. هو الراجل نظريا على الورق هو عمل معاهم احسن نتائج. اوكي. هو وصلوا نهائي المره اللي فاتت، وصلوا نهائي خسروا ضربات الجزاء، وصلوا وسيمي فاينال كاس عالم صح. واخر كاس عالم خرجوا من دور الثمانيه قدام فرنسا بالعافيه، كانوا احسن من فرنسا وضيعوا ضربه جزاء. هو الراجل على الورق هو بيعمل احسن نتائج. طب هيعملوا ايه قدام سلوفينيا عشان سلوفينيا هيكسبوا بس بالعافيه برضه 1-0 اللي هي المكاسب اللي هي الفقيعه اللي بيكسب بيها دي. اتوقع انه هيكسب. اوكي. وهيتصدر المجموعه لانها برضه حظ المجموعه مش قويه. قصقص متوقع انهم يتكعبلوا ولا ايه؟ سلوفينيا يتعادلوا. انجلترا تتكعبل. تتعادل مع سلوفينيا. طب انت ليه شايف ايه من سلوفينيا يخليك تتوقع ده؟ روح. ولا وحشه انجلترا؟ وحشه انجلترا طبعا، وروح سلوفينيا اعلى من منتخب انجلترا. بس ده كفايه؟ يجيبوا شايف سلوفينيا برضه يقدروا يجيبوا التعادل. يا عم كفايه. يقدروا يجيبوا التعادل على قده برضه قوي التعادل يعني مع الدنمارك. ماشي بس مع الدنمارك يعني برضه. على الورق كده عندك اوبلاك واقف جون. في يعني انا مؤمن بان هو روح الجماعه في الفرق حتى لو ما فيش نجوم تفرق في ايوه يا اوزو، ما هو اللي انت بتقوله ده صح. وعشان كده على الرغم من على الورق المفروض الفرقه دي تكسب الفرقه دي 4-0، لان اللي هيحصل ان ممكن تكسب 1-0 بس. بالظبط. بس لدرجه ان الماتش يروح دي بقى دمها تقيل قوي. تعادل. طيب هو سلوفينيا عندها قدام على فكره كان اوروبا كلها يعني تشيلسي اصلا اللي هو سيسكو بيلعب في لايف. بسمع عن سيسكو. ممكن سيسكو ايه قبل ما انسى ايه فوتنا الجوله الثانيه والكلام عنها، وفوتنا ماتش ايطاليا، ونسينا ان الراجل ده قاعد يقاوح معايا ساعه على ان دوناروما. ايه رايك في دوناروما يا بيه؟ ايه رايك في دوناروما يا بيه؟ الماتش الوحيد اللي شفته عدل لدوناروما. يا راجل اتقي الله بقى انت لسه. طيب ماتش الدنمارك وصربيا. يا اوزو. الدنمارك وصربيا. لا الدنمارك تفوز. انا معاك. صربيا هتعملها. صربيا هتعملها. في جديه في منتخب الدنمارك. لا وفي لمحه فنيه زياده شويه. وفي لمحه فنيه زياده شويه. صربيا بس مش حاسس ليه انه في فوق كده المتروفيتش الكور اللي ضيعها كلها في ماتش سلوفينيا هيعوضها في ماتش الدنمارك. فتقول ان صربيا تكسب 2-1. 2-1. اوكي. انا ميال للتعادل 2-2. ممكن والدنمارك هتلعب عليه وحلو قوي يبقى طالع ب3 نقط ثاني مجموعه. طب لو كلامك انت مش صح هيبقى الترتيب ايه؟ هيبقى انجلترا 7 صربيا 4 الدنمارك 2 سلوفينيا 2. انجلترا 7. ايوه انا فاهم. طب وانت لو كلامك صح؟ انا كلامي صح. انجلترا 5. ماشي. سلوفينيا خدت كام نقطتين لغايه نقطتين. سلوفينيا نقطتين. بالظبط. تتعادل مع انجلترا يبقى 3 نقط. تمام. الدنمارك تبقى نقطتين تبقى 5. ماشي بالظبط. تمام. صربيا طبعا تبقى كده 1 خلاص. صربيا 1. صربيا كده مع السلامه لو كلامك صح. الدنمارك وانجلترا يتقاسموا الصداره. او اول وثاني يعني. ووراهم سلوفينيا ووراهم صربيا. طيب ننقل على المجموعه الرابعه. يلا بينا. ماشي. عندك يا باشا هولندا والنمسا اللي يبدو ان كلامك هيطلع صح وهتبقى حصان اسود. فرق نقطه. هيبان بقى قدام هولندا. هيبان. هيتضح الكلام قدام هولندا ان شاء الله. انت متوقع ايه يا باشا؟ متوقع هولندا والنمسا يتعادلوا. فرنسا هتلاعب اسمها ايه؟ طب استنى اشوف الراجل ده هيقول ايه. هولندا والنمسا معلمين. انا برضو رايح للناحيه دي انهم هيتعادلوا لان كومان مش هيخاطر. بس عاوز اقول ان انا شايف ان هولندا في البطوله دي حاسس انها هتكمل مسافه كويسه. ده بائسه قوي يا روب. لا هتكمل. ده كومان اولا معاهم سخيفه كويسه جدا. يعني كومان اصلا لو تفتكر اول ما مسكهم وصل بيهم نهائي دوري الامم الاوروبيه. ده اول حاجه.
حتى على فكره ادائهم في ماتش فرنسا كان كويس جدا جدا، وجابوا جون وطبعا كالعاده بيحصل جدل على الفار الجون يتحسب ولا لا، بس يعني كانوا ممكن يكسبوا. وفي التصفيات مقدمين ماتشات كويسه، عارف يستغل التوليفه اللي معاه انه عامل مطلع منهم حاجه كويسه. فانا حاسس ان هولندا هتكمل، بس هو كومان الماتش ده يقول لك ما خسرش على الاقل، لان النمسا فرقه كويسه قوي مع المدرب بتاعها. انا حاسس ان النمسا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتعملها، مش عارف ليه انا متمني قوي كده، بس انا مش عارف يعني. منتخب هولندا من اكتر المنتخبات اللي ادائها كان بالنسبه لي سخيف. لا بالعكس، سخيف. وكنت غير متوقع. ماشي بس لعيبه بقى شغل بقى ديباي ومش عارف ايه. ماتش فرنسا وهولندا مؤثر عليك قوي. لا قوي كويس في ماتش فرنسا يا جماعه. ماشي. لا كويس يعني انت طب يعني ماشي ماشي يعني بالظبط. هو هم لعبوا كويس على اعتبار ان انت بتلاعب فريق امكانياته اقوى منك بكتير. صح. بس انا بالنسبه لي كمشاهد سفوكس على ده ماتش سمي الاثنين على فكره. لما تيجي تقارن ماتش مثلا زي اسبانيا وايطاليا ولا يعني ده ماتش البرتغال وتركيا احلى مليون مره. هنيجي بس هو دي شامبا عامه ماتشاته كلها منيله يعني حاجه تقرف يا جدع، مدرب معفن فعلا يعني. طيب المهم خلينا دلوقتي ان احنا قلنا هولندا والنمسا. انت توقعت النمسا تعادل وانت توقعت تعادل. النمسا وهولندا تعادل. انا توقعت النمسا تعملها وتكسب. اوكي. طيب فرنسا وبولندا بقى 2-0 لفرنسا. مرتاحه رايقه سهله خلصانه وانا برضه هي 2-3 هتخلص على بولندا، اصلا النازله تعبانه مله، فيعني يلا بره بقى خدوا واطلعوا بره. طيب لو كلامكم اصلا بولندا خلاص، الا لو الشامبا قرر ايه بولندا خرجت. ايوه بس هو مش كده الشامبا يقول لك اجيب جون بقى وخلاص بقى. لا هو مش هيبقى ماتش تتفرج عليه، هو مش هيبقى ماتش تتفرج عليه. يجيب له جونين في الماتش ده لو لعب هيلعب. ما اعتقدش يلعبوا ليه ماتش ميت كده. لو منه ما لعبوش يعني. المهم لو كلامك صح المجموعه دي تخلص كام نقطه؟ يبقى كده فرنسا 7 بولندا 5 النمسا 4 وبولندا طبعا طالعه ايه على الزحليح شليحه. ده نفس توقعات نظريه فرق النقطه اللي قلت لك عليها الحلقه اللي فاتت. ده حقيقي. ما تخليناش بقى نجيب في اللي جرى الحلقه اللي فاتت. طيب المجموعه الخامسه وقبل الاخيره سلوفاكيا ورومانيا، اللي برضو شكلها رومانيا منتخب اداؤه عكس ما الواحد كان متوقع، افضل ما كنا نتوقع. لا بس انا بتكلم فكره ان رومانيا انا ما كنتش متوقع لها انها تبقى، يعني كنت فاكرها هتبقى زي بولندا كده. طيب سلوفاكيا ورومانيا. سلوفاكيا ورومانيا ماتش صعب توقعه قوي، بس ممكن يخلص 2-1 لرومانيا. ده راجل ده انت كاتب لي هنا 2-2، انت بتغشني ولا ايه؟ بص عشان كده انا مش يعني مش قادر اتوقع له نتيجه او اتوقع له فاهم تفوق فرق عن فرق. طيب روجو بيتهيألي ان الفرقتين هيبقوا نازلين عارفين ان التعادل هيطلعهم تأهل تاريخي هما الاثنين، لان الاثنين لو تعادلوا هياخدوا 4 نقط. ده يخوف ولا يخليك اجراء؟ لا بالعكس، يخليني حلو التعادل، ابقى انا 4 وانت 4 واحنا الاثنين نطلع مع بعض. غالبا ال4 نقط الى حد كبير هتسكيور تاني. فكرتني بالدنمارك والسويد في كاس العالم 2002 اما تعادلوا وطيروا ايطاليا بره. يعني مش هتبقى كده، بس في الاخر انا انزل متحفظ، اللي حد خطف جون اوكي، لكن انا ليه غامر وانا النقطه حلوه هتاهلني وانا النقطه حلوه هتاهلني. فانا حاسس الماتش يخلص كلام مقنع. تعادل. بص انا ممكن تعادل، انا يعني اول توقع عليه كان 2-2 برضه، بس يعني هو بالمنظر اللي هو بيقوله ده تعادل 0-0 كمان 2-2. طيب ماتش مفتح. انا اقول لك 0-0. طب اوكرانيا وبلجيكا. بص بلجيكا اتحسنت كتير الماتش الثاني عن الماتش الاول. دي بروين تعمق بره. دي بروين تعمق يعني وبلجيكا ما كانتش سيئه. ولوكاكو الحقيقه برضه لوكاكو ضيع كتير اول الماتش الاول. لا بس في بقى يعني خاطره بشريه حياه وموت بقى هيخرجوا بره. وعندهم على فكره في لعيبه زي تروسارد ويعني في لعيبه كويسه. واوكرانيا ضايعه. اوكرانيا رغم الفوز ضايعه. على الورق عندنا لعيبه كويسه، يعني عندهم هداف الدوري الاسباني مثلا كان بيلعب في جيرونا. ايوه بس يعني معلش يعني هي جيرونا كلها على بعضها كانت طفره، ولما نزلت قدام الريال لا مؤاخذه يعني علمنا عليهم من المغرب. ماشي بس عاوز اقول لك ايه ان علمنا دي ان بلجيكا مش جامده برضه، لا دفاعها ولا نص ملعبها ولا جونها كويسين، يعني هو الهجوم بتاعها اللي كويس. يعني اتوقع في الاخر ان بلجيكا عندها تفوق نسبي، الماتش يخلص مثلا 2-1 لبلجيكا. طب نخش على المجموعه الاخيره. ما قلناش ترتيب. انا متوقع قول ترتيب. وما قالش هو كمان. ما قلتش توقع بتاع بلجيكا. اوكرانيا وبلجيكا. قول يا باشا 2-0 طيب ماشي. يعني بالترتيب كده بلجيكا 7 بلجيكا اول، رومانيا 4 سلوفاكيا 4 واوكرانيا 3. عظيم ماشي. انا مش مختلف معاكم في اي حاجه غير بس يمكن في النتائج ان تبقى 0-0. ماشي اللي هو سلوفاكيا ورومانيا وبلجيكا واوكرانيا. ده انا متوقع ان بلجيكا تكسب. بس بلجيكا واوكرانيا اسف ان بلجيكا تكسب، بس
كام بقى دي صعبه جدا لان حاله بلجيكا متباينه. يعني مش مع ان يعني مش معروف لها مستوى يعني. بس يعني اقول لك مش عارف ليه نازل عليا كده توقع بتاع ان بلجيكا تكسب 3-1. 3-1 ممكن. طيب نخش على المجموعه الاخيره والاحب الى قلبي، البرتغال اللي فعلا 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 يا جدعان. انا عارف ان ممكن تكون ناس كتير اتكلمت في الموضوع ده بس انا غيظني قوي. انت شايف في الارجنتين اللعيبه عامله ايه مع ميسي؟ قارنه ما بين جمهور الارجنتين ولاعيبه الارجنتين كانت عامله ازاي وملتفه ازاي حوالين ميسي في كاس العالم، وشوف لعيبه البرتغال بتعمل ايه مع رونالدو. يعني العره اللي اسمه كانسيلو ده هم مش طايقينه اصلا. انت تيجي ايه في رونالدو اصلا ككانسيلو ولا برونو فرنانديز ولا انتوا ازاي عقليتكم كده؟ يعني بجد ازاي عقليه اذا كان بقى برونو ده يدي يعني رونالدو فاهم عيل من عياله ما يدلوش الكوره. لا ده انت بتتكلم في كوره واثنين وثلاثه والناس تراجع اللقطات. لا رونالدو واقف في ولا لما كمان بقى رونالدو جات له الكوره ومنفرد راح مديها له اللي هو كان ايه انا اديني بقدم السبت اهو. انت شايف انت وصلت رونالدو لفين؟ رونالدو بيقدم بالظبط يعني وصلته لحته انا استغربت استفزازيه جدا الصراحه. مستحيل يعمل ده كور مزنوق اكتر من كده وبيحاول يشوط ما الراجل يعني مش هو تحسه مش مستوعب هما بيعملوا معاه كده ليه. كنت بقول لك ان الماتش غالبا يا اما تركيا هتجر للتعادل او تكسب فرق جول لان بصراحه مونتيلا عامل منتخب كويس مع يعني عامل فرقه كويسه مع تركيا. يعني حتى اتفرجت على الماتش بتاع البرتغال اتغلبوا 3 بس كانوا عاملين شوط اولاني كويس. ده في جون يعتبر اون جول يعني هو اون جول مش يعتبر يعني عمل شوط اولاني كويس. بس اصل الاون جول دي عاده الواحد بيحس ان فيها لا هي دي لخفنه هو كان جون كوميدي اصلا. يعني هو جون كوميدي اصلا. هو اصلا لعيبه البرتغال اتفاجئت. واحد صاحبنا برضه اسمه كالفيوري مالديني القادم. لا بس مالديني القادم كالفيوري بصراحه يعني هو مدافع كويس نفسه يا عم تريكا نفسه قال لك ده يا باشا ده مالديني. لا اصل الفكره ان اوسوس قال ده مالديني الجاي من هنا الولا يعني انا فاهم. انا لسه عند رايي بصلي بالماتش الجاي. النتيجه تركيا والتشيك يا 1-1 يا 2-1 لتركيا. 1-1 انا ان شاء الله اتوقع وده توقع غريب شويه 2-0 لتركيا. اوكي. واخر ماتش خالص جورجيا والبرتغال اللي ضمنت طبعا انه ماتش نزهه اعتقد. نزهه اعتقد. بص هو ممكن يبقى في تصالح لرونالدو مع الشبكه ممكن طبعا يجيب له هاتريك. واعتقد ان مارتينيز هيبدا يغير شويه حتى ممكن يدي فرصه لبعض اللعيبه طبعا يتاهل. واصلا رايي انه يغير في التشكيل بتاع الفريق انه عنده نقطتين ضعف واضحين قوي. كانسيلو طبعا ناحيه اليمين ضايع اصلا وطبعا وكمان الاخ الياو اللي بيلعب ده اللي فاكرها انه بيلعب كره صالات لعيب اصلا في اول ماتشين ياخد انذارين فما يلعبش الماتش الثالث تمثيل يعني انت متخيل. واصلا عنده بره في جوتا وفي نيتو فانا ما اعرفش هو بيلعب الياو ليه. يعني لو كان هو عاجبه الحركات الاستعراضيه اوكي. فاعتقد ان هو يبدا يغير شويه لعيبه بس اعتقد انهم هيكسبوا بسهوله 2-3 برضه 2-0 للبرتغال. بس ممكن اقول كلمه صغيره سريعه على البرتغال. يعني بصراحه تاثير لويس انريكي في باريس سان جيرمان ان هو مدرب خططي كويس قوي على قوي فيتينيا ونونو ميندش ناحيه الشمال. نونو ميندش تحول من الباك الشمالي السريع الصغير في السن المهاري لا بيرجع يدافع كويس ويغطي كويس واجبات دفاعيه ما بيعملهاش كانسيلو اصلا اللي هو اكبر منه بكتير وخبره اكتر منه بكتير. فيتينيا هو بادئ حتى من باريس سان جيرمان في الاخر مايسترو حتى في الشامبيونز ليج لعيب. ورويز على فكره مع اسبانيا فابيان رويز كنت عاوز اقول لك هو تاثيره باين بس في البرتغال عشان الاثنين دول كانوا من العدم تقريبا. يعني فيتينيا انت جايب لعيب اصلا بتاع كوره في البرتغال حريف وبينقل كور ويتمسخر شويه بالكوره ساعات وكلام زي كده. نونو ميندش بوتنشال جايب 50 مليون باك شمال لعيب صغير في السن انه يحولهم وخلي بالك مش اللي هو مفروضين عليه لان هو اتفرج عليه مثلا ما هو جابوا له راموس من بنفيكا فيرود ب 70-80 مليون جونزالو راموس وجابوا له الواد اللي هو الفرنساوي الثاني اللي كان بيلعب في ماتش انجلاب باخ ما لعبوش برده. جونزالو راموس بالمناسبه برتغالي برضه وكان اللي هو كان برده مهاجم فرنساوي اللي ضيع الكوره في اخر ثانيه في ماتش الارجنتين كان اسمه ايه يا ابن الذين طار من دماغي والله. كولومواني برضه وراكنه بتاع الدوري الالماني رقم كبير هو اللي بيلعب وبينفذ التكتيك بس الحقيقه هو كولومواني على فكره وجونزالو راموس الاثنين المفروض ان هم بوتنشال كويسه جدا. بوتنشال كويسه بس انا قصدي انه انت ممكن تكون كمهاريا لعيب كويس قوي بس انت مش عارف تخدم خطتي او ما بتطورش معايا تكتيكيا. واحد زي نونو ميندش صغير في السن انه يتطور بالشكل ده دفاعيا كمان مأثر على منتخب البرتغال شايل كتير قوي في التغطيه العكسيه لما بيعدوا من كانسيلو كانه ثالث مدافع. وفيتينيا طبعا
فارق قوي في نص الملعب، لان الحته دي اصلا في البرتغال كانت مشكله كبيره. طيب عوده كده للمجموعات مره تانية، الست مجموعات، وبناء على توقعاتنا كده احنا بنتكلم ان مين ال 16 فريق بتوع دور ال 16. طيب طيب واحده واحده كده. ناخد الاول والثاني بعد كده نشوف احسن توارد. ماشي، خلينا اول وتاني. ماشي كده كده احنا بنتكلم في المانيا وسويسرا، حلو بالظبط. وبنتكلم في اسبانيا وايطاليا. بس يعني اختلفنا في دي، بغض النظر اختلفت معانا انا يعني خلينا أسبانيا في وإيطاليا. الاول والتاني وكرواتيا. وكرواتيا. لا أصل هو قال لك يعني خلينا نقولها عشان برضو التسلسل ما يتقطعش، إيطاليا. عشان بس البيس بتاعنا ما يتقطعش من الاول تاني. اوكي. احنا بنتكلم كده على انه ال 16 فريق بتوع دور ال 16 لو توقعاتنا في محلها ان كده كده احنا اتفقنا على المانيا وسويسرا من المجموعه الاولى ومش شاكين في ثالث منهم، اوكي. واتفقنا على اسبانيا في المجموعه الثانيه، وفي مفاضله ما بين ايطاليا وكرواتيا، هل حد هيبقى تاني وحد ثالث ولا العكس على حسب الماتش الاخراني؟ هي غالبا ما فيهاش ثالثه دي. ما ينفعش، هي ايطاليا. هي ايطاليا غالبا. لا يعني قصدي غالبا حد فيهم بس اللي هيصعد، اللي مش الثاني سواء هيخسر او هيتعادل هيخرج بره. ماشي، خلينا بس يعني ايه على اساس انك بتتكلم اسبانيا ضمنت ايطاليا او كرواتيا. بالظبط. ماشي. المجموعه الثالثه احنا بنتكلم في انجلترا والدنمارك. انا قلت انجلترا وصربيا. ماشي. المجموعه الرابعه بنتكلم في هولندا وفرنسا، او فرنسا وهولندا. صحيح. واحتمال النمسا تخش في الحسبه. اوكي. والمجموعه الخامسه بنتكلم في بلجيكا و يعني هي دي بقى مجموعه سلوفاكيا رومانيا وسلوفاكيا فرق اهداف. سلوفاكيا 4 نقط 4 نقط. يعني والوضع الحالي رومانيا الثاني. بالظبط. المجموعه الرابعه والمجموعه السادسه والاخيره احنا بنتكلم في البرتغال، كده كده ضمنت ما فيهاش كلام، وغالبا ارائنا ان تركيا هتحجز التذكره الثانيه، وانه غالبا المجموعه دي برضو من الصعب ان يبقى فيها الثالث منها. صعب يعني احنا مستبعدين ان يكون في ثالث من المجموعه الاخيره والمجموعه الاولى. بص المجموعه الاولى المجر لو كسبت او لو اسكتلندا كسبت النهارده هتخش تاني لانها عندها نقطه. هي اسكتلندا وكرواتيا عندهم طموحات، بس يعني كرواتيا وايطاليا مش هينفع يطلعوا مع بعض، لكن ده حقيقي. لكن اسكتلندا وسويسرا يطلعوا مع بعض عادي بالتعادل. لان اسكتلندا لا، لو اسكتلندا تعادلت انت بتتكلم على مجموعه المانيا، اسكتلندا وسويسرا. اسكتلندا لو كسبت 4 بوينتس، ف 4 بوينتس يتضم لها تاني. تمام. فاهم قصدي؟ المجر لو كسبت 3 تخش حسبة بيرما، لكن اسكتلندا كسبت بنسبه كبيره تاني. تتاهل طبعا. فاهم؟ طيب اللي مضمونه برضو المجموعه بتاعت رومانيا والبلجيكا، لان رومانيا وسلوفاكيا الاثنين هيبقى 4 نقط. فهم واحد هيصعد تاني واحد هيبقى 4 نقط، الثالث برضه. النمسا برضو بنسبه كبيره ثالث، احنا بنتكلم في كده. صحيح. فاحنا كده بنتكلم ان النمسا وسلوفاكيا واسكتلندا او المجر حسب مين فيهم لو حد كسب هيتبقى بقى نشوف مين الرابع. مجموعه كرواتيا اعتقد متقفله قوي. قلنا النمسا النمسا طيب المهم ان يعني ايه دي كده نظره شامله، هنتلم تاني بعد الجوله الثالثه ويبقى الموضوع اوضح بكتير، ويبقى توقعاتنا حتى على الاقل في محلها. يعني احنا المفترض ان كان هيبقى في ماتش اهلي وزمالك يوم الثلاث، وبناء على ان هيبقى في ماتش كنا متفقين ان هنتقابل وهنعمل حلقه وهنصور الخميس وموال اخبار كده. واضح ان كل ده اتهد. كنا هنتفرج على الماتش مع بعض اصلا، كنا هنتفرج على الماتش سوا، بس ده معتاد، ده ملوش علاقه بالتصوير والحلقات وكده. المهم يعني ده شكله مش هيحصل تقريبا خلاص. فبعيدا عن الماتش، بعيدا عن الماتش هيتلعب مش هيتلعب، انا عايز اسال سؤال كده انكشكوا فيه. نوعيه البرامج والحلقات اللي زي اللي شفناها امبارح اللي كان فيها طبعا ابراهيم فايق، النوع ده من الحلقات والضيوف والمناظرات على انه ابراهيم فايق حاول ما يبقاش فيه فتنه بين الاثنين، او انه يبقى بيوقع بين الاثنين. بس هل النوع ده انتوا بتشوفوا انه ايجابي؟ انا واحد من الناس، قبل ما يعني هسمع منكم كل واحد، بس انا واحد من الناس شايف ان لا زال في النسبه دي لما بتشوف النقاشات دي بتتوسع مداركها وبتبتدي تاخد وجهه نظر اوسع، وده بيخدم عموما فكره عدم التعصب اللي هي للامانه بقى يعني بصراحه يعني بعد ال10 شهور اللي فاتوا دول واللي شايفينه بيحصل في المنطقه وشايفين الحاجات الكبيره اللي بتحصل حوالينا، علشان اتنين يبقوا واقعين في بعض عشان اهلي وزمالك، ده قمه الجهل وقمه التخلف. وحتى يعني اخر حاجه اقولها كده سريعا علشان بس نقحك معايا، احنا بنتكلم على انه في الاول وفي الاخر الرسول صلى الله عليه وسلم مره شاف اتنين، واحد من الاوس وواحد من الخزرج بيتقاتلوا، وفي الاول وفي الاخر ده انا بدافع عن قبيلتي اللي هي عيلتي اللي هي اهلي وعرضي وناس، مش نادي كرة بشجعه. ايوه. ما دخلش يشوف مين فيهم اللي معاه حق ومين اللي غلطان ومين اللي كل اللي قاله من البدايه بدعوى الجاهليه وانا بينكم ذروها فانها منتنه.
يعني ده دعوه من الجاهليه، وكمان نتنا وريحتها مش كويسه. ده حقيقي. ففكره ان انت بقى تيجي علشان ماتش كوره تتقاتل، ده انا شايف ان هو غلط جدا. بس النقاش الامن العاقل اللي كل واحد بيقول وجهه نظره وبيقول رايه وبيبتدي، انا ممكن ابتدي اقتنع بشويه حاجات قالها سيد عبد الحفيظ، شويه حاجات قالها عفيفي. انا شايف، انا وجهه نظري انا الشخصيه، انا شايف ان دي حاجه ايجابيه، وانا استفدت واتبسطت من الحلقه على قد قيمتها يعني. فانقل لكم كده بقى وجهه النظر، يعني ان انتوا تقولوا لي انطباعكم مش عن الحلقه، انطباعكم عن التجربه، الفكره. التجربه او الفكره عامه بالنسبه لي، انا مش شايف فيها اي افاده خالص. زي ما انت قلت، الاهلاوي هيفضل اهلاوي ويتبنى فكر سيد عبد الحفيظ، والزملكاوي يفضل زملكاوي ويتبنى فكر عفيفي. تمام. وده يعني النوع ده من المناظرات ومن يعني مش هقول خلافات، او يعني نقول مناظرات، خلينا نقول مناظرات، ده بيخدم الراجل صاحب القناه والمشاهدات ليس الا. ده واحد حابب يتفرج على قطبين بشعبيه بجماهيريه بضمان مشاهدات فوق الخيال. طيب ما هو في الاول وفي الاخر محتوى ترفيهي يا اسس، فانا بالنسبه لي انا كجمهور، طب ما ده ترفيه كويس. مش هيفيدني في حاجه، او مش هيضر حاجه. هيضر. انا حاسه ضر، لان برضو نفس التعصب للفكر من هنا وهنا موجود. ماشي، بس انت شفت نموذجين محترمين بيتكلموا، مش زي السنين اللي فاتت كلها واحنا شايفين ناس طالعه بتهجر لبعض. اطارهم ايه؟ اطارهم حد جايب 2 ويتفرج عليه. انا المنظر العام ده ما بحبوش. طب انت تناسى، علشان بس ده عموما ده انطباع عند ناس كتير. ماشي. تناسى فكره مين اللي لامم الليله دي. ماشي. تمام. بغض النظر بقى عن اللي متفقين معاه في حاجات متفقين، واللي مختلفين معاه في حاجات مختلفين، ومواقف في حاجات مختلفه كتير جوه الكوره وبره الكوره. فمش هو ده المجال لذكرها. المجال اللي احنا بنتكلم فيه، طب لو التجربه دي احنا مثلا عملناها عندنا هنا، نفترض ان احنا مثلا عندنا القوه والامكانيه ان احنا نعزم كابتن سيد ونعزم كابتن عفيفي، ونقعد ونتكلم باحترام وكل واحد يقول رايه، انت شايف ان ده ايجابي ولا سلبي؟ لا سلبي، وما فيهوش حته ايجابيه، لان هيبقى جدال سوفسطائي، وكل واحد ليه قناعاته، كل واحد ليه هو عارف ان الاهلي بيفوز بالدنيا كلها معاه، والتاني انا الزملكاويه فاهم المظلوميه، ده في جزء من الحقيقه وده في جزء من الحقيقه. تمام. محدش هيغير فكرته. ليه بقى؟ عشان خلاص احنا وصلنا اقول لك ايه يا عم، انا واحد من الناس غيرت، انا كان ليا قناعات دلوقتي مختلفه، صحيح مش بعد الحلقه تحديدا، بس ماشي. طب النسبه دي تستحق الاحترام على فكره. طب النسبه دي تستحق الاحترام. انا للاسف لو 1% يا عم كويس، ما ده اضافه يعني. ما اعرفش، ما فيش، انا مش شايف اضافه للاسف للمناظرات دي طب انت شايف ايه يا روبو؟ او المواجهات دي مع بعض. بص يا دير، هو انا ما بحبش اللي هو ايه، شيطان وملاك ابيض واسود. خلي بالك احنا يعني بنخلص وقتنا. طيب كان في ايجابيات للموضوع، يعني انا هبص كده هاي ليفل. ايه الايجابيات؟ حاجتين. الحاجه الاولانيه ان احنا زي ما كنا دايما بنقول ايه، ان لما كان يطلع حد اهلي وزمالك لازم يطلعوا ويشتموا في بعض ويعملوا لا، وتنقي الغجري عشان تجيبه. فانت فاكر ده بيعمل مشاهدات حلوه قوي ومش عارف بس. فلما يبقى في فرصه ان كده انت مفروض عليك انه دايما هيحصل المناقشات الجدليه دي، فلما تجيب 2 يتكلموا بصوت العقل مع واحد اصلا مش عاوز يشعل الدنيا، فده شيء كويس. ايه الوحش بقى؟ النقطه الثانيه، كمل بس. ايه كويس؟ انه انت في الاخر انت بتعمل ميديا وبتعمل محتوى وبتعمل اعلام، مش دورك انك انت على فكره انك بس تغير الكون كله وتغير لا، ترفيه بالظبط. فطبيعي ان انا مكسب ليا ان انا لما اجيب 2 يتكلموا بطريقه كويسه واعرف ادير الحوار واجيب مشاهدات بطريقه كويسه، ما فيهاش شتيمه ولا قله ادب ولا كلام زي كده. يعني ده مكسب اعلامي بقى في الميديا. لا، ما انت عارف في الفيسبوك بقى وفي الجروبات. أيوة. الواتساب بينها وبين الناس. طب ما انا بحاول اتكلم بهدوء واصدر ان احنا ممكن نتكلم بهدوء. ما انا ليه ما اخدش فكره ان انا ايه، واحد اهلاوي زملكاوي قناه على فكره، مفيش مساحه لا تنسيق ولا ايه لا ولا زلنا ما بيحصلش شتيمه وقله ادب، ده احنا عشنا سنين. بيحصل بس ربنا يمسيه بكل خير، لسه عايش ورافع قضايا بغض النظر عن بحاول يمشي برضه اللي موجودين. بص خلي بالك، كل جهه فيها كده وفيها كده، صح. فانت لما تجيب 2 تحاول تقول انه يا جماعه انتوا يعني ده وجهه نظر بطريقه محترمه. انا شايفه ضحك على الدود. ميديا، ما هو ده اعلام. هو ده اعلام. هو بيخدم مين؟ إعلام. بيخدم مسؤول هذه الميديا. زي ما لا، وبيقدم ترفيه للمشاهد.
حلو. فاين، لا وقته ولا مجاله ان يحصل حاجه زي كده اصلا. انا متفاهم جدا على فكره رايك. ما دي النقطه يعني السلبيه أنا اللي هنتكلم فيها. ده النقطتين الايجابيين، ده ميديا برافو عليك ونتكلم بعلنيه. النقطه السلبيه زي ما انت بتقول انه في الاخر ما وراء هذه الحلقه هيحصل ايه؟ انه والله ولا ما وراء اصلا الحلقه شغاله. شوف صفحات دي وصفحات دي، اتذكر العالم عليكم، ده انت خلاكوا على الارض، ده انت سفلتك. فانت انا معلش عايز اقول جمله في الحكايه دي، انا عايز اقول جمله في الحته دي. يقول لك يعني لا يعيب النوايا الحسنه مكر الاخرين. صح. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي مثلا لو جبت احسن بني ادم اتكلم في تاريخ البشريه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، في ناس كان رد فعلها على اللي هو قاله ده زي الزفت. طبعا الناس دي هي اللي غلطانه، والناس دي هي اللي ليها عقابها. ما اقدرش اقول ان لما حد قال كلام محترم فجه رد الفعل وحش. طبعا ده مثال مع الفرق في التشبيه، يعني انا ما اقصدش طبعا استغفر الله العظيم يا رب. انا بس كل اللي اقصده ان انا ادي مثال بفكره ان انت ممكن تكون بتقول كلام كويس، وان حد متخلف عقليا ياخد رد فعل متخلف، ده لا يعيبك انت، ده يعيبه هو. بس على نقطه صغيره هتقول يا دربو في ايه الكلام ده. لو انا واخد سكه المحتوى اللي هم قدموه ان هم ازاي نقرب ما بين الاهلي والزمالك، وان لا يا جماعه مفيش ظلم ولا حاجه، او مثلا يا جماعه احنا بنتكلم ان ازاي دول اسسوا الكره المصريه والكره الافريقيه والكره العربيه، فبرضه دخلوا الصفحات دي. يا عم انت بتقول ايه؟ ده الاهلي هو اللي عامل كده، والزمالك يقولوا ايه؟ طبعا ما الاهلي عامل نفسه هو اللي عامل كده عشان خاطر كان بيكسب بالظلم. فيحولوا المحتوى اللي بيحاول يقرب لمحتوى برضه فيه شتيمه وقله ادب، ما عملش خطوه لقدام اصلا. فانا قصدي انه لو ساعتها الكلام كله صح لو انا بقدم محتوى بيحاول يقرب. لكن كده معروف ان المحتوى ده زي اي محتوى اخباري او ميديا او برنامج حواري بجيب ضيفين مختلفين. ماشي. هو عموما هي يعني انا اتصور ان ممكن لما الحلقه تتكرر كتير وتبتدي يبقى الكلام، اصل خلي بالك في شويه حاجات كده تحس. يعني انا جالي الانطباع ده مثلا عن كابتن سيد عبد الحفيظ، لان انا في الاول وفي الاخر انا راجل، يعني انتوا عارفين طبعا، بس يعني بالنسبه للجمهور انا راجل اهلاوي، او كنت اهلاوي شديد تعصب فوق ما اي حد ممكن يتخيل. والحمد لله ربنا كرمني مع الوقت، بدات الحكايه تهدى معايا شويه. انا بالنسبه لي امبارح وانا بتفرج على كابتن سيد، اللي هو المفترض ان دي الجهه اللي انا اميل ليها، انا بقيت شايف اللي هو انت واضح يا كابتن سيد ان انت ما بتتكلمش غير مع اهلاويه. يعني انا بالنسبه لي ده الانطباع اللي جاي لي، انت ما بتتكلمش غير مع اهلاويه. انت الردود اللي عفيفي بيقولها واضح ان انت فعلا مش متوقع ان في رد زي ده. يعني مثلا زي لما عفيفي بيقول له حته ان افريقيا والفرق في لا مش بس حكايه نادي القرن، يعني فكره ان الاهلي بيتظبط فده مخليه فريق قوي، فده مخليه يبقى قوي جدا في افريقيا. فراح كابتن سيد رصص له السنين بتاعت ابطال افريقيا. فانا ما بقتش فاهم. طب معلش ثانيه واحده. طب مش انت بتقول لي واتكلمنا كتير في الموضوع ده ريال مدريد كسب كتير بالحظ وكسب كتير بالحكام؟ لا انا بقول لك قلنا كده، الناس بتقول كده، يعني الغالبيه بتقول كده. تخيل انا بقى اجي ارد اروح قايل ايه؟ ريال مدريد بالشكل ده. اسمع بقى الرد ده. سنه 93 دوري ابطال اوروبا كان له نظام، اتغير النظام ده وبقى النظام الجديد من سنه 93. سنه 93 مارسيليا، سنه 94 ميلان، سنه 95 اياكس، سنه 96 يوفنتوس، سنه 97 دورتموند، سنه 98 الريال، سنه 99 مانشستر يونايتد اللي هو الماتش اللي قدام بايرن ميونخ، سنه 2000 الريال، سنه 2001 بايرن ميونخ، سنه 2002 الريال، سنه 2003 اي سي ميلان، سنه 2004 بورتو، 2005 ليفربول النهائي الشهير، 2006 ميلان، 2007 اسف 2006 برشلونه، 2007 ميلان، 2008 تشيلسي، 2000 لا بالراحه عليا، 2008 يونايتد، 2009 برشلونه، 2010 الانتر، 2011 برشلونه، 2012 البايرن، 2013 تشيلسي، 2014 الريال، 2015 برشلونه، 16 17 18 الريال، 19 ليفربول، 20 البايرن، 21 تشيلسي، 22 الريال، 23 السيتي، 24 الريال. استخدم المدرسه ده معناته ايه؟ مدرسه البيانات. الرد اللي انت بتقوله ده معناه ان الريال مش بيتجمل بالتحكيم. ليه؟ انت اخترت بدل ما تقول ايه كلام عام، انت اخترت تقول ايه تسرد بحقائق ثابته، ارقام ثابته، انه يا جماعه في مثلا في 25 بطوله احنا كسبنا مثلا 10 منهم، في 15 ما كسبناهمش اهو، كذا وكذا وكذا، وفي سنين ورا بعض احنا ما كسبناش فيها. دي مدرسه حد هو بيحبها زي سيد.
وفي مدرسه ثانيه. انا مش شايف المدرسه اصلا يا روج. ده اختلاف. لا ما هو بيقول لك بالارقام، مش هقول لك كلام. ايه الارقام في كده؟ الارقام بتشير لايه هنا؟ الاهلي معاه مش عارف ايه. هو دي مدرسه ان هو شايف ان انا بتكلم كلام عام، مش محتاج ان انا اخش في تفاصيل. الراجل بيقول له مصطفى مراد فهمي كان في الاتحاد الافريقي وهو المسؤول عن انه يحط اللوائح. تروح انت راصص لي ابطال افريقيا مين من سنه 80؟ ايه علاقه دي بدي؟ هموت واعرف. عشان يقول لك ببساطه ان هو من قبل مصطفى مراد فهمي بالظبط. كان بياخد بطولات. طب ما حدش انكر. ما هو عشان كده ما تقولش يا عم ما انكرناش، انا بكلمك على واقع بعينها. الراجل ده محسوب عليك ولا لا؟ اه. الراجل ده كان عنده المسؤوليه دي ولا لا؟ اه. الراجل ده لما عمل المسؤوليه دي صبت في مصلحتك ولا لا؟ اه. بتهري في ايه؟ بهري ان هو بوجهه نظره انه لا ما هو عملش، ما ظبطش دي عشان انا اكسب. هو ده ظبط يعني طريقه لحساب مين بطل القرن في فتره طويله هو ما كانش حتى موجود فيها. انا ماليش دعوه بالتفاسير بقى يا روجو. زي بالظبط لو انت الاهلي والزمالك، زي الاهلي والزمالك لو بيلعبوا بعض، مش عايزين نخش في كده. الاهلي والزمالك لو بيلعبوا بعض وجبنا مثلا احمد حسام ميدو حكم، هو انت لسه هتستنى لما ميدو يطرد لعيب ولا يحسب ضربه جزاء ظلم عشان تيجي تروح قايل لا الوضع ده مش سليم؟ مثالين مختلفين تماما يا ديربو. ما هو يا عم. لا مثالين مختلفين تماما. طب احنا كده في حلقه نقعد نتناقش فيها في الكلام ده كله. بس انا الصراحه الحكايه دي فعلا مستوقفاني جدا. فكره ان انت قررت في لحظه تعمل لنا شو كده على اساس ان انت ايه، حافظ اللي ما يتحفظ. يا عم اوكي، ايه يعني اصل الناس كلها نازله اللي هو بص راس من سنه أيوة 80. ايه يا عم في ايه؟ يا سلام. دي مدرسه ده مش دليل ان الاهلي صاحب حق. دي مدرسه. بص ما ده ديربو كل واحد بيعبر بطريقته ان هو بيقول لك انا بالارقام. عشان كده انا عشان في الاخر ايه هو ما انا بالنسبه لي حلقه كده ما زودتش. حيدر باشا دي 20 مليون مره في حياتي. بص انا دخلت النادي الاهلي ودخلت استاد النادي الاهلي وقعدت في وسط اوقات كان لعيبه من النادي الاهلي وناشئين من الاهلي وشفت سكنهم وقعدت وسطهم، وكان في وقت طويل جدا حلم حياتي ابقى من الناس دي وفي وسطهم. تمام كده يا عم. ده لا يمنع ان انا رغم اني سمعت مليون مره قصه حيدر باشا، اول مره امبارح انا عمري ما اهتميت ان انا راجع التاريخ واقلب واشوف القصه يعني والناس دي بتقول حقيقه ولا ما بتقولش حقيقه. اول مره امبارح لما عفيفي الكلام راح قايل لك على فكره هي 4 سنين وانت خدت الدوري في ال4 سنين في اللي هو ثانيه واحده. امال احنا ده انا من وانا عيل صغير اي واحد جوه النادي الاهلي هتلاقيه بيسمع القصه دي، لا ده انتوا من ايام حيدر باشا وانتوا مش عارف ايه. ترجع للستينات عشان تثبت لما كنت مظلوم. طب ما كل السنين اللي فاتت دي مالكش وقائع يعني 50 60 سنه بعديها ما عندكش وقائع. هيرد عليك بمنتهى البساطه هيقول لك انا مش بقول ان انا مظلوم، انت بتتكلم على واقع كونفليكت اوف انترست في تضارب مصالح. طبعا ايوه وهي موجوده برضه ودي كمان صح. طب ما صح ماشي. هو انت ليه مفكر انك لما تجيب واقعه هنا ان ده ينفي الواقعه اللي عليك؟ هو انا برد عليك في ان هو وجهه نظري يقول لك ايه، انا مش بقول عشان انا اتظلمت فيهم، انا بسرد لك واقع برضه تضارب مصالح وعادي. ما بعرفش ايوه يعني بما معناه ان احنا اللي ليه؟ ما انت بقول لك ده انا من وانا عيل صغير عيط على تضارب مكتوبه في مجله الاهلي. أيوة. ومكتوبه في المجله بتاعت الاهرام اللي كانت بتصدر عن النادي الاهلي ومكتوبه. انا مش عايز اقول لك انا سامعها من مين بودني جوه النادي الاهلي. بستشهد بيها عشان ايه؟ ليه؟ عشان تثبت ان انت مش نادي مجامل. لا بستشهد انه في تضارب مصالح حصل في وقت من الاوقات. طيب زي ما انت بتستشهد. ما انت بتعيط عليها اهو. بعيط. انت بتقول لي انت دايما تضارب المصالح في صفك انت، بقول له لا في تضارب مصالح ما طلع في صفك. الاثنين غلط. والنين في صفك لا انت برضه. يا جماعه انتوا برضه مش فاهمين. لا الاثنين غلط. يعني لو في فساد في الزمالك، فساد اداري في الزمالك مش فساد مادي، فساد اداري في الزمالك ده لا يعني ما يخليش انك تروح قايل طب خلاص نسامح الاهلي بقى لو في فساد اداري. ما الاثنين غلط. هو عاوز يقول لك ان ده بيحصل طول التاريخ وده دليل على فكره. طب ما تيجي انا بقى متخيل ان النقاشات دي ممكن تبقى مثمره ليه؟ هقول لك ليه انا متخيل. عنده حق فعلا. انت فعلا ما استفدناش والتاني يقول له استحاله. لا مش قصه كده يا عم، اكبر للحق ايا كان. اللي انا بتكلم فيه انت دلوقتي المثمر اللي ممكن يحصل من النقاشات دي ايه؟ ان احنا نيجي يا جماعه ثانيه واحده، انا واحد من الناس اهو، هو بغض النظر مين فيكم معاه حق، لا هو واضح ان معلش النظام الكوره في مصر واصل لليفل ابعد من خيال الجمهور. هو ده محتاج حد. ده انتوا لا محتاج، لان انت لما تبقى عارف ان الكوره في مصر فيها فساد اداري من بره كده، غير لما تبقى واحد قدامك زي عفيفي وواحد قدامك زي سيد عبد الحفيظ نازلين يرصوا بدل الواقع 10 على الفساد الاداري اللي في الكوره في مصر. ما انا لما اعرف الوقائع بوداني وبعنايه واعرف تاريخها واسمعها من الاثنين، غير لما ما هي يا عم الكوره حالها في مصر وحش وخلصنا. بعد ما سمعتها
بص، وعيك بالحاجه ماشي في حد ذاته قيمه، بغض النظر اتغيرنا ولا لا، ده قيمه. تمام. ان الناس تبقى، على فكره انت ممكن تبتدي تلاقي يا عم الناس تبتدي تبقى واعيه اكتر شويه لطبيعه المناخ اللي حاصل، فعلى الاقل عصبيتك تهدى. وانت ضد الاخر تهدى شويه، ما تتخانقش مع اخوك علشان خاطر ده الاهلي. اللي بقول لك عليه، انه ده لما بتقول لي ايه السلبيات او الايجابيات بتاعت الحلقه دي، انه لو كانت الحلقه متفقين. اتاخدت في سكه انه يا جماعه ده فساد عام او تضارب مصالح عام، او ان اتحاد الكوره والاداره الرياضيه طول عمرها في مصر معظم الوقت هنوصل لكده، إدارة سيئه، هنوصل لكده. يبقى هنا في نقطه اتفاق، لكن الموضوع ما اتاخدش كده، الموضوع اتاخد في سكه الخلاف ان كل واحد بس هتوصل لدي، هتوصل لدي اتمنى. مع كتر، اصل خلي بالك انت تجربه لسه في اولها، يعني لسه كان في ميدو وعدل القيد، ودلوقتي عفيفي وسيد عبد الحفيظ، طبعا الكباتن كلهم يعني. اعتقد مره على الثانيه على الثالثه هتبتدي تقع في، تمام. ومع جوده منصور انتقاء. والخطيب. يا نهار اسود، مش هيجوا الاثنين. بس يعني ما دي اللي انت خدتها من على طرف لسانك، محدش هيجي اصلا قدامه. مع جوده انتقاء الضيف. يعني انا عاجبني جوده انتقاء الضيف، يعني حتى ميدو يحسب عليه ان هو راجل ممكن يكون بيقول كلام كتير عنيف او صدامي. على فكره الحقيقه في الحلقه بتاعت عادل القيعي كان الى حد كبير لا سياسي. يعني متوازن، سياسي. متوازن. لا ميدو على فكره انا سياسي. بتفرج عليه كتير وبحب اتفرج عليه وانا اهلاوي، وعلى فكره ساعات بيقول كلام، هو ده اللي نفسي على فكره ان احنا نخرج بره سياسي. المظلوميه. ماشي. في كلام في نوع من العقلانيه. لا طب ما ده اللي عايزينه يا لما جماعه، يقول لك إيه؟ ما عشان كده انا عايز إحنا اشجع اتظلمنا تجربه زي كتير، دي. بس كفايه بقى ان احنا نحط فكره المظلوميه اللي بتخسرنا، بس لازم نجتهد ونشتغل ونعمل فرقه كويسه، مجلس الاداره يعمل سيستم كويس. طب في حد من الاهلي بيطلع بيقول كده؟ يقول ايه؟ يقول انا عاوز اعمل ماشي، أبقى تبنى أحسن من فكر كويس. ميدو؟ تبنى فكر ميدو اللي هو اعمل ايه بقى؟ بطريقه اعمل ايه؟ ان احنا ما تمناش المظلوميه. احنا ما نتمناش المظلوميه، بالعكس لا، الاهلي اصلا عامل ما سيستم إداري تبناش بقى كويس. ان في مثلا محاباه، ما تبناش ان في محاباه ايه؟ لجنة حاجه اقول على نفسي، تحكيم، معرفش هفترض إيه. انا هفترض معاك كمل. حد هو ميدو مش بيقول ان احنا ما نقولش كده بس. سجل الزنقه دي. ايوه لا انا هقول لك، هو ميدو مش بيقول ان احنا ما نقولش كده بس، لا هو ميدو بيقول عاوز تقول قول ماشي، ما فيش ماشي. مشكله، بس اشتغل بجد، اعمل صح. منظومه اداريه أنا دي جامدة، أنا فريق متفق جامد معاك فيها. وفريق- ما يظهرليش حد من حبايبك يبوظ لي الشغلانه. عمرهم ما كانوا حبايبي. طب حد من حبايبنا احنا الاثنين. رافعين عليهم قضايا، يعني اتشتمت صح بأسوأ صح الشتايم صح، مش هجادلك في دي. صح 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 صح, صح. بس في الاخر انا اسف، انا بسحب كلمه حبايبك دي. حد من اياهم ما يجيش يروح ايه بلا اي داعي يروح مفركش لي الدنيا. ماشي. لان انا على فكره انا ليا محاولات كتير ان انا اشتغل بنظافه متفق معاك. زيك، هو نفع. وبيظهر لي ناس عجيبه جدا تبوظ لي الدنيا. على فكره انا بقيت بتكلم بصوت الزمالك، انت واخد بالك من المصيبه؟ انا بروح في داهيه، لا، انا بروح في على داهيه. فكره متفق معاك، انا نفسي يبقى فرقتين قويين ونقدم. على فكره احسن منتخب طلع لما كان الدوري قوي، وكان في انبي وكان في فرق نفسي قويه. في حاجه واحده. ايوه. إيه؟ بطل كدب. لا والله ابدا، ليه؟ والله لا أرجع بجد، والله انا مش عجباني وخايف جدا من فكره ان احنا كاهلي واهلاويه ان احنا لو ما كسبناش كل حاجه، لا ده كده دي فكره جنونيه مش هتحصل في طب اهو يا العالم. عم كلام عقلاني اهو، ولا مفيش ما فريق تحسبوش ليه؟ طلعنا ابراهيم فايق. ما تحسبوش ليه؟ يا ابني مفيش فريق في العالم يقدر يعمل كده. صحيح. هو في فريق عالمي يقدر يكسب كل ماشي، البطولات احنا كلها علشان كل سنة. احنا هيبقى في حلقه هنفرد لها وقت، بس كل اللي انا عايز اقوله احنا يا جماعه بجد والله العظيم انا نفسي لو في حد يعني عنده استعداد ان هو يسمع من العبد الفقير، يعني انه لا الاهلي ولا الزمالك باداراتهم بلعيبتهم السابقه والحاليه يستحقوا ان انت يبقى عندك اخوك ولا صاحبك ولا واحد حبيبك او واحد معرفه او واحد يا اخي كل اللي بينه وبينك ان هو مصري ومسلم زيك، ان انتوا تقعوا في بعض ويبقى في فتنه ويبقى في شحن على ولا حاجه حرفيا. في الاول وفي الاخر والله العظيم بجد في الاول وفي الاخر الناس دي كلها ده شغل واكل عيش واجر وراتب، وبيرجع من راعي مصالح ابوه وامه ومراته وعياله، وبيفكر لهم في بكره وبيفكر لهم في مستقبلهم. فاشمعنى انت بالظبط، فاشمعنى انت هين عليك معارفك وحبايبك وناسك؟ اشمعنى انت؟ زي ما موجود في اوروبا اللي هي اصلا يعني احنا عارفين اللي فيه. نرجع للتعصب بقى، كنت عايز تقول ايه على الغاء الماتش؟ الاسد نتكلم نتعصب بقى. كان حنفي من شويه. كان حنفي من شويه. لا احنا مطلعين هاشتاج الاسد. انتوا اي حد بس على فكره هم اي فاهم اي اتجاه هيطلعوا له حاجه. لا احنا كده عكس اللي كنا بنقوله من شويه. لا بس انا نتكلم كلام عقلاني. اوكي. ما ينفعش سنه 2024 في الدوري المصري ان فريق يطلع ينسحب من غير اسباب. معاك، وما ينفعش سنه 2024 يبقى في بلد في العالم كله الدوري بتاعها بايظ كده، يبقى فيها دور اول على دور تاني على ده ما فيش فريق لعب زي التاني. ما فيش فريق في العالم اعتقد في دوري في العالم، يعني اكيد مش هنقرق ان عمل الحركه دي السنه دي. فما ينفعش ان انا اطلع كفريق زمالك اطلع اعمل حركه ملهاش اي لازمه.
وخاصه ان انا منغمس فيها وقابلها ولعبت اللعب اللي هو اصلا مش كانش طبعاً. عاجبني. فانا مش عارف هو مين اللي دبس مجلس اداره الزمالك وحطه في خانه اليك بعد ماتش المصري انه يطلع بيان زي كده. بس في حاجه برضو حلوه في البيان ده، ولا ان حاجة انت حلوة. لا في ان انت لما بتهايلايت على واحد مثلا زي كل الحاج الفرق عامر، highlighted. لا اصبر بس عليا، لما بتهايلايت على واحد زي الحاج عامر حسين ان الراجل ده فشخ الدنيا، ده ما دي حقيقه، يعني معلش انا مش عارف بس اخش تفاصيل. بغض النظر مين استفاد ومين لا، ما بتتكلم في ايه؟ بغض النظر. بغض النظر. هو انا يا جماعه اصلا مش فارق لي مع أيوة. احترامي الشديد اصلا الماتش يتلعب او ما يتلعبش. أساساً. الشكل ليه؟ فاهم لا تقرف معاك طبعا سواء من الاهلي على الزمالك معاك صراحه. يعني انت بتتكلم أيوة. فنيا يعني؟ بس أنا كده على الحركة نفسها يا ومنظر أسامة. الدوري ومنظر المسابقه هو في حد لسه ومنظر بينسحب يا اسامه؟ الدنيا. سيبك من الانسحابات، انا ما هو روجو أنا الوضع كله على بعضه جنوني. الوضع كله بالظبط. انت اشمعنى؟ كلها تنسحب ماتش هتلاقي في الزمالك. كل طيب، السيناريوز على فكرة هتفرق قوي يعني؟ تخيلها. مش تفرق بس حد يعمل الكلام ده خلاص طب ما دلوقتي. الاهلي هدد بالانسحاب كذا مره يا روجو عادي. في السنين اللي فاتت دي، وكان صاحب حق على فكره، يعني مش بقول ان بلطجه. في فرق يا ديربو ان انا ابقى عارف وازن الامور، عارف الخطوه. يعني انت دلوقتي عارف ايه؟ انت ما تعرفش ده تلعب الخطوه ماشي ماشي انا معاك انا معاك. الزمالك في القصه دي ايه برضه؟ بص هو الصراحه هو روجو شايفين ايه؟ لو رجع في كلامه لا، لا، ده وحش لا، قوي. هو- لو كمل في كلامه طب هتعمل ايه؟ ما انت لعبت لا زي هو مش هيرجع في كلامه. هو طيب. ما هو قال لك خلاص انا طب ده منظر. في حد بيعمل لسه كده بينسحب؟ ما هي هو ده ما هو تاني بالظبط انت ماسك إيه صوره بتنظر؟ صوره في منتهى القذاره ومنقي مربع فيها وبتقول ايه المربع المعفن ده. الحركه ما تعملش اصلا. ما محدش يعمل تحليل، كله مضروب. الزمالك مش مضروب المنظر العره بتاع الدوري. مضروب طبعا. بس من مين يعني- اكثر بتاع دوري متفصل عشان ده بيقول لك نلغيه وناخد باص وبتاع، يا عم ده حاجه هخام. هو عايز انا يوصل موافق على الوضع رساله. الهزلي. طب ما اجيش في هو النص على اقول لا فكرة انا مش لاعب ممكن بدون يكون سبب. موافق بس شايف الموافقه دي مش صح، بس اخذ قرار فاين. القرار ده هيأثر على ايه؟ على الكواليتي بتاعت المسابقه بلح. هي اصلا كواليتي تلعب على الاهلي هو انت اشمعنى جيت قدام ماتش الاهلي على يعني؟ كلام عشان هم ممكن اكثرهم ضجه. فانت عايز تعمل فضيحه يعني. يعني هو عاوز يعمل ما عشان كده قال لك هلعب ماتش فاركو وبعد كده فاهم. مش هلعب اللي هو ايه انا ماتش الاهلي بس. فهتضطروا تعملوا اللي انا عايزه اللي هو اصلا ما اعرفش ايه اللي اعمله اللي انا فاهم عايزه إزاي؟ بس تمام. لو هو اصلا حتى مطالب ايه احنا عاوزين الحكام يبقى احسن على فكره المطالب مش مفهومه خالص. الحكام وحشين صراحة. على فكره وانت بتستفيد منهم زي ما بتتضر منهم كل الفرق تلعب طب عايز الدور الاول. انتظم بس ان طب ما انت لعبت على فكره حضرتك انت في فرق لعبتها دور اول وثاني يعني محاوله متاخره جدا 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 لا، جدا سامع. جدا جدا. هم مصدرين للناس، معلش هم مصدرين لكم يا جماعه كأن الموضوع اعجازي ومستحيل وعايزين لجنه خبراء من السويد تيجي تعمل نظم لنا الدوري. يا كابتن عامل والله العظيم ادوا لنا احنا الثلاثه هنعمله لكم. حاج عامل حسين يعني- هو اللي مصور لكل الموضوع ده. حاجه يا ابني حاجه عتا. المخمخه بتاعت اسكندريه والله العظيم حاجه قمه في الاستفزاز، قمه في الاستفزاز، يعني قمه في الاستفزاز. ايه اللي صعب ايه الكره ده المصريه؟ يا عم؟ انا موافق وبدون اجر تطوعا اهو. احنا الثلاثه على فكره بتوع اي تي اصلا بقى مش كوره. ادوا لنا احنا الثلاثه الموضوع ده، ولو لقيتوا ماتش واحد بس، والله شيت اكسل. ماتش واحد بس اتلعب بره ميعاده، يبقى تعالى يا عم قول لي انت مش عارف تنظم. احنا بنتكلم عشان كده بالظبط احنا كلنا او المنظومه كلها مضروره من اللي موجود. فما تجيش انت تقول لي اعمل لي حاجه اصل انا متضايق قوي وعشان ما اعرفش الكوره ما عدتش الخط اعمل لي مش عارف ابصر ايه الكلام ده يا جماعه. يعني خلاص بقى كبرنا على الكلام ده. لو نادي الزمالك كمان نادي كبير انه يعمل الكلام ده يعني كبير فاهم قصدي. اصل مش هلعب المؤجلات غير لما كله يخلص ماتشات دور الاول. طب ما انت يا زمالك السلام عليك يا روجو غيران على الزمالك. قوي قوي لا يا جماعه منظر الراجل ما طلعش والله حنفي خلاص اهو. انت من الفيسبوك طيب. عمال حنفي نرجع تاني حلو قوي ريحتونا اسبوع وخدنا الثلاث طلع نقط في أسد جيبنا يا عم. نروح نكمل مع بيراميدز. طلع أسد. عاوزين تمشي في السكه دي. طيب كده كده مكملين. علشان احنا وقت الحلقه فرط من ايدينا، ماشي. وكده كده ان شاء الله هيبقى في مناسبات ان احنا نتكلم في الكلام ده باستفاضه اكتر، وانت كده كده هتشارك في الحاجات دي. يقول يا رب. طيب نشكركم جدا 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 يا جماعه والله على وقتكم وعلى متابعتكم، وبنطلب منكم طبعا الشير والدعم والتعليقات جدا يا جماعه. اكتر حاجه فعلا بتفرق معانا تعليقاتكم، اللي حتى مش يعني كومنت، يعني اللي هو بيبقى على الخاص بينا وبين بعضينا. هو ده فعلا اكتر حاجه بتدينا حافز، اكتر حاجه بتخلينا نعرف نحاول نجتهد نصلح اخطائنا. فبنشكركم جدا على المتابعه، وزي كل حلقه في اولها وفي اخرها بنلفت انتباهكم للشيء الاهم، وبنفكر نفسينا كلنا بضروره ان احنا ندعي يا رب لاخواتنا في كل مكان وفي غزه. ربنا يا رب يعينهم وينصرهم وينتقم من عدوهم وعدونا يا رب يا رب. وان شاء الله ان شاء الله الايام الجايه تبقى فيها حلول وتبقى مفترجه عليهم وعلينا ان شاء الله.
ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده مع درب الكوره، وكان معاكم روجو وقصقص ودربو، ونشوفكم ان شاء الله على خير. سلام عليكم.